صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. مبدئيا تعالوا نقعد عشان بقيت امرأة مسنة ومش قادرة على الوقفة، لاني هقول لكم على مفاجأة دلوقتي هتتفاجئوا معايا كلكم. طيب، انا مش عارفة ابتدي لكم منين، مش عارفة اودي وشي منكم فين. انا مستحية اصلا افتح لكم الفيديو ده واحكي لكم على كم الحاجات اللي حصلت في حياتي الفترة الأخيرة، بس قلت جرمين كفاية. الفترة اللي فاتت انا ما كنتش قادرة ابدا ابدا، لن يفتح الكاميرا ولا اني اقعد قدام كاميرا ولا اني اتكلم ولا عندي الوقت اصلا ان انا اعمل ده. من بعد ما خلفت وانا حاسة ان حياتي كبني ادم توقفت وبقت حياة ام، واكيد اي ام فاهمة الكلام اللي انا بقوله ده. وفوق ان انا ام، اني كمان شهر ونص كده مثلا هبقى ام للمرة التانية. ايوه ايوه، ادري اشتموا براحتكم في الكومنتات زي ما تحبوا، يعني عادي. بس يعني هعمل ايه؟ قعدتلي كده اول 5 شهور عياط بس واكتئاب بقى مش طبيعي، مش قادره اقول لكم، يعني كان بوز فظيع ما كنتوش هتتحملوه اصلا. وبعد كده 3 شهور عشان ابتدي اعرف اتكلم واضحك، فيعني يا دوبك انا كده على الطريق ان انا ابتديت ارجع جرمين العاديه اللي بتضحك وبتتكلم وكده. فعشان كده الفتره اللي فاتت كنت حاسه اني ما عنديش محتوى اصلا ان انا اقعد واقدمه واتكلم معاكم. المهم انا مش عايزه ارغي كتير في المقدمه، انا هحكي لكم على كل الحاجات اللي حصلت في خلال الفيديو. عشان كده قررت ان انا ارجع لكم فيديو الروتين اليومي كأم مش كبني ادم، خلينا متفقين يعني. دلوقتي بقى كفايه رغي، لاني مواعيد صحيان الانسان الصغير بتاعي جت، لازم اروح اصحيها، لان دي المحاوله ال 198 او ال 196 مش متاكده بالظبط، في اني احاول ان انا اظبط مواعيد نومها. عندها دلوقتي سنه وشهرين ومفيش اي تظبيط مواعيد نوم نهائي. فيا ريت تطمنوني في الكومنتات وتنزلوا تحت تقولوا لي ان كل عيالكم كده، لان كل ما اقابل حد يقول لي ايه ده، ازاي بنتك عندها سنه ومش مظبطه مواعيد نومها؟ دي لازم تنام نوم عميق. نوم عميق دي بتقتلني في صدري. عادي طمنوني قولوا لي ان الطفل ما اقل من 9 سنين ما بينامش، انا منتظراه. هي صحيت لوحدها. باي. من البداية كده معظم المشاهد اللي هتشوف فيها سيلينا هتلاقوني ان انا قافلة الصوت فيها، لاني غالبا بتكون معارك الجيران كلها بتبلغ عننا البوليس فيها. انا مبقاش ام سيئة والله، بس مش عارفة ليه كده، هي اللي بتصحى من النوم شبه بتوع المعاشات بالظبط، اللي هم عارفين ايه، صاحيين يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، صاحية مش طايقة نفسيها حرفيا. المهم ان انا لبستها وشيكتها كده عشان هي دلوقتي عندها ميعاد عند الدكتور. اخيرا سيلينا نزلت عشان باباها جاي عشان ياخدها، عشان هي عندها ميعاد عند الدكتور، عندها تطعيم، فربنا يستر النهارده من اليوم. زي ما انتم شايفين كده جهزت الرينج لايت عشان هنبتدي النهارده نصور مع بعض، عشان انا النهارده صاحيه عايزه اصور فيديوهات وعايزه اعمل اي حاجه من الحاجات اللي انا كنت بعملها زمان. كنت جايبه المكياج بتاع مايت سينما كله من مصر معايا، عشان انا شايفه ان في ضجه كبيره قوي قوي عليهم في الفتره الاخيره. اشتريت تقريبا كل المنتجات بتاعت مايت سينما اللي عرفت يعني ان انا اوصل لها عشان اعمل لكم عنهم ريفيو. خلصتش الفيديو، سيلينا رجعت، هنضطر ان احنا نلغي كل حاجه او نستنى لما هي تنام، ايهما اقرب. ده درج مكياجي من ساعه ما رجعت من السفر وانا بقول ان انا لازم هرتبه، هو والضرفه دي. ماشي زي ما انتوا شايفين كده، بصوا كمية حاجات مترمية بطريقة مش طبيعية، فهحاول ان انا اطلع منهم. يعني مثلا ده الفاونديشن، بيتهيألي ده الكونسيلر، بيتهيألي ده البلاشر. انا كنت جايبة نوعين بلاشر بس غالبا يعني ده نوع منهم. هحاول اطلعهم بعد كده هبتدي التصوير وهوريكم. لما خلصت الفيديو شايفين سيلينا عملت ايه في المكياج؟ مقهورة مقهورة. دلوقتي بعد ما سيرينا بقى رجعت من عند الدكتور هبتدي ان انا اغير لها، ده الروتين بتاعها العادي، والبسها البيجامه بتاعتها، وبعد كده اسرح لها شعرها. ولو انتي ام جديده بجد من اكتر الحاجات اللي هتفيدك البانيو اللي سيرينا قاعده عليه ده، لانك هتبقي بتغيري 180 مره في الدقيقه. وبعد كده هبتدي ان انا اسخن لها اللبن. صح قولوا لي اللي فيكو يعني عنده بيبي وكده، هو فعلا التسخين اللبن في الميكرويف دي حاجه حلوه ولا وحشه ولا ايه بالظبط؟ لاني سمعت ناس كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده. وعشان انا ام مصريه اصيله جايبه لها البيجامه اكبر منها ب7 سنين، فكنت تانية لها يعني الكم. مشاكلي انا وسيلينا مش مشكله، سيلينا بتبص على البزازه بتاعه اللبن وعلى الميكرويف كانهم امها بالظبط. وبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نشرب اللبن. ودلوقتي هي اخيرا نامت عشان انا ابتدي بقى اشوف نفسي انا هعمل ايه وورايا ايه وكل الكلام ده. بعد كده دلوقتي بقى هبتدي لروتيني الصباحي اللي غالبا ما بعملهوش يعني بس تمام. بعد كده هغسل وشي بالغسول بتاع سيمبل ده،
من احلى الغسولات اللي انا جربتها. ومن الحاجات اللي جربتها جديد هو كريم التفتيح دوت بتاع برنسيس، اللي هو بريتي برنسيس زي ما انتوا شايفين كده. ده تاني مرة تقريبا اجربه، بس ما حبيتوش خالص خالص. وبعد كده بحط السيرم دوت لرموشي. ما تصدقوش طبعا ان ده روتين كل يوم، يعني مش دايما بعمل كده. بعد كده زبدة الكاكاو الكوري. في حد بيخبط على الباب، هروح اشوف مين وبعد كده هرجع لكم. ثانية واحدة. اللي وصل العربية بتاعت سيلينا، اللي هم العربية بتاعت التوأم. طبعا عشان انا البنتين جايين ورا بعض، فكان لازم ان انا اشتري عربية توم، فاشتريت العربية ديت. العربية دي بقى ميزتها ايه؟ ان انتي ما بتاخدش مساحة كبيرة في العرض وانتي ماشية، لان في مثلا اماكن كتير، في اسانسيرات كتير، في حمامات كتير، ما ينفعش ان عربيتين بتوع بيبيهين كده يمشوا جواها او يدخلوا يعني جواها. لازم عربية بتاعت بيبي واحد، فانا اخترت عشان كده اجيب الاتنين اللي هم ورا بعض دول. بس برضو في نفس الوقت ما يبقاش واحد فيهم مظلوم. يعني في مثلا انواع عربيات كانت شفتها فوق وتحت، ان العربية الطفل اللي تحت حرفيا هو كأنه مش خارج معانا. هعمل معاكم كمان بقى كل التحضيرات بتاعت البنت الجديدة، لان انا في سيلينا معرفتش اعمل معاكم خالص التحضيرات ديت. فهنشتري لها سرير بقى، والحاجات بتاعت السرير والهدوم والحاجات دي كلها، فهبقى شاركها معاكم يعني ان شاء الله. دلوقتي بقى هعمل الفطار بتاعي والفطار بتاع سيلينا. مش عارفه بصراحه هعمل لها فطار ايه، لان هي محيراني جدا جدا في موضوع الفطار ده. بس احيانا بفطرها اللي هو الكورن فليكس الشوفان دوت مع لبن، واحيانا بفطرها بيضه، بس هي ما بتحبش البيض المسلوق. وعشان انا ام قوي والامومه دايما ناقحه عليا، قلت ان انا احضر فطوري انا الاول، بعدين سيلينا يبقى يحلها ربنا. عملت بيض وجبنه بيضه وجبنه تركي ونسكافيه. ده مش فطار حوامل خالص، اهم حاجه الرجيم. رحت حطيت معاهم توست. مش مصدقة بجد، الأكل من غير سيرينا بيبقى ليه طعم تاني. من المرات القليلة جدا جدا اللي هفطر فيها من يوم ما ولدت وانا بتفرج على التلفزيون في هدوء كده. ده عشان بصور لكم الفيديو بس عشان اعرف اجيب لكم اللقطة. مش كان لازم ابقى بفطر الفطار ده وهي بتتشعلق على حاجة وبتحبي تحت الكرسي. يعني لازم. عذرا على الهرجله الكتير قوي قوي اللي ورايا ديت، بس احنا دلوقتي هنعمل الغدا وهننضف المطبخ وهنعمل كل حاجه في الحياه، ما تقلقوش والله. النهارده هعمل عكاوي وهعمل مكرونه بالبشاميل، فربنا يستر من سيلينا. طبعا انا هطفلكوا الصوت لان انتوا هتفضلوا سامعين صوت عياط بس. انا لما بطبخ او لما بعمل اي حاجه في الشقه ايا كانت، سيلينا بتبهدل الدنيا حرفيا. فعشان ما تقولوش ان انا ام قاسيه، والله انا ام قاسيه ولا حاجه، بس انا لو فضلت على اسلوبها وعلى طريقتها ولا هناكل ولا هنشرب ولا هنروق بيت ولا هنعمل اي حاجه في الحياه. هنقعد بس انا وهي على الكنبه مع بعض نشرب شاي بلبن. هذا البصل لان انا من ساعه ما خلفت وانا مش عارفه اعمل اكل على بعضها ابدا، فلقيت ان الحل الوحيد عشان اعرف اعمل طبخه بجد ان انا ابقى محضره لها من قبلها بيومين كده ولا حاجه. والسر هنا بقى في حاجه، ان انت ما تسيبيش البصل لحد ما يحمر خالص، انت تصفريه بس شويه صغيرين خالص خالص، وبعد كده تحطي العكاوي بقى مع البصل ده، عشان عبال ما العكاوي تحمر هيكون البصل دوت اتحمر. لكن لو انت حمرتي البصل دوت على طول هتلاقي بعد كده ان العكاوي عبال ما بتتحمر هيكون البصل اتحرق منك وهيدي مراره كده. هنا زودت لها اهو شويه ميه صغيرين عشان ابتديت احس ان البصله ابتدت تحمر. زودت لها كوبايه ميه واحده بس عشان بعد ما تغلي او مزوده لها كوبايه ميه تانية. وابتدي ان هي تحمر شويه، هفضل بقى ازود لها الميه شويه بشويه شويه بشويه لحد ما تبتدي الميه تبقى مغطياها خالص، واسيبها بقى تتسلق في الميه ديت. دي احسن طريقه انا لقيتها للعكاوي، بتطلع طعمها تحفه جدا. ده كده بيكون شكل صينيه البطاطس، هي لسه طبعا ما استوتش ولا اي حاجه. ودلوقتي بعد ما خلاص العكاوي اخدت تقريبا نص سلقه، هحطها مع الصينيه بتاعه البطاطس اللي انا عاملاها اوريدي، اللي انا مجهزاها اللي وريتها لكم، وهنحطها في الفرن مع بعض. هنبتدي في المكرونه بالبشاميل. المكرونه بالبشاميل دي لوحديها قصه تانية واختيار تاني. انا عشان ابتدي اعملها اضطريت للاسف ان انا احط سيلينا جنبي على الرخام عشان تفضل ساكته. هي دلوقتي بتبص لي باستعجاب الدنيا والاخره. ستة انا لحقت اللحمه عشان اللحمه كانت هتتحرق تقريبا. حطيت كميه سمنه قليله ولا ايه. المهم يعني ان انا بعد ما البصله احمرت رحت حطيت عليها اللحمه المفرومه وسبتها بس لحد ما لونها ابتدى كده ان هو يتغير شويه. ضفت لها بس معلقه صلصه، اللحمه تبقى لونها محمر شويه.
طريقة البشاميل هي ان انا بحط كمية من السمنة والزيت مع بعض، تقدري انتي تحطي سمنة بس او زيت بس، وبعد كده بحط دقيق وبفضل اقلبه لحد ما يوصل لقوام كريمي كده، وبعد كده بزود اللبن وبسيبهم على نار هادية لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه، وفي الاخر خالص ببتدي ان انا اعمله بالميكسر وبزود له كريمة طبخ وبزود له كمان جبنة موتزاريلا، وبعد كده بحط مع المكرونة كمية شوية من البشاميل عشان تطلع جوسي كده وحلوة، وبحط كمان معاهم جبنة موتزاريلا في النص. دي احسن طريقة انا شفتها للبشاميل. وهنا كنت بوريكم سيرينا وهي اكتر مكان مفضل بالنسبة لها هو تحت الحوض، وبتحاول تفتح الدولاب ده وهي قافلاه بايديها التانية، يعني حبيبتي برافو. هنبتدي في روتين تنظيف الشقة مع بعض، وهقول لكم انا كنت غايبة ليه الفترة اللي فاتت انا كنت في مصر، قعدت في مصر اكتر من 3 شهور. كنت حاطة طموحات واماني واحلام ان انا هرجع اصور فيديوهات واني هذاكر بقى لاني ماما هتساعدني، وطبعا الطموحات والاحلام دي كلها وقعت عليا قتلتني اصلا. دي من اكتر كمان الحاجات اللي جابت لي اكتئاب زيادة، هي ان انا كنت عمالة اقول هعمل وهعمل وهعمل، وانا حرفيا ما كانش ليا حتى نفس اني اسرح شعري. انتوا عارفين طبعا ان البنات بيجي عليها وقت كده تبقى بتسرح وتحط ميك اب ومش عارفه ايه، وقت تاني بتبقى جعفر قوي في نفسها. انا كنت في الفتره دي جعفر جدا في نفسي، كان عندي اكتئاب رهيب لدرجه ان انا حتى ما كنتش قادره ابص في وش حد وابتسم، مش ان انا اتكلم او اني اضحك او اي حاجه من الحاجات دي. عايزه اوريكم حاجه. في المانيا هتشوفوا حشرات في منتهى العجب. بصوا دي حشره، بس مش عارفه ليه الكاميرا مش عامله فوكس عليها. استنى كده، مش عارفة مش باينة، بس ده ظهر حشرة على كده، وانا بترعب من الحشرات. المهم كنت بنزل مش حاطه مكياج مش مسرحه شعري مش عامله اي حاجه خالص، فلما حد كان بيقول لي جرمين، لا اختها التوأم انا مش جرمين لا. المهم قبل ال3 شهور دول ما كانش ينفع انزل خالص عشان كان عندي امتحان، وقبل الامتحان كان فيه كورس، وبعد كده عايزه اقول لكم ان انا اصلا سبت المانيا وانا المفروض ان انا لسه عندي امتحان تاني، يعني ما كنتش خلصت الحاجات اللي ورايا. وكانت كل الفكرة اللي مسيطرة على دماغي انا ازاي هعيش مع 2 بيبيهات، هيناموا امتى ويظبطوا مواعيد نومهم امتى. وكانت بجد فعلا الحياة بالنسبة لي الفترة اللي فاتت دي اصعب فترة عدت عليا في حياتي، بس الحمد لله ان هي عدت. دلوقتي خلاص انا خلصت الغدا وخلصت الشقة وخلصت كل حاجة، واتغديت انا وسيلينا، وهلبس بقى وهننزل نتمشى شوية انا وهي. زي ما انتوا شايفينها كده لازم تطلع لنا في كل مكان، بس ما علينا، نكشت شعرها ونكشت نفسها وكل حاجة تمام. وبصوا دلوقتي سيلينا في اسعد لحظات حياتها واحنا نازلين مع بعض، بس هو الدنيا ساقعة شوية فمقفزة قوي مش عارفة سرحانة في ايه دلوقتي. عشان المشي مفيد جدا لصحة الأطفال اللي فوق سن ال25 اللي زيي، مشوها 25. سيلينا وصلت لمرحلة ان هي بقت لما بتدخل البيت بتعيط، وده مؤشر وحش وحش قوي. ده غير ان انا كمان بجد الفترة الأخيرة دي بحاول ان انا احافظ على ان انا انزل امشي شوية حوالين البيت كده ساعة او ساعة الا ربع، عشان الولادة تكون سهلة، وعشان في نفس الوقت كمان انزل امشي سيلينا وانا اتمشى اغير جو شوية. مش دايما بصراحة بقدر، بس يعني بحاول. وعشان انا بقالي فترة طويلة جدا في مصر، قعدت 3 شهور في مصر، ففي كمية حاجات نزلت المحلات انا مش عارفة نزلت امتى. لازم انزل اعمل جرد بنفسي للمحلات واشوف ايه الحاجات الجديدة اللي نزلت. في كده كذا حاجة عايزة اجربهم، وعايزة اشتري الفاونديشن بتاع لوريال الجديد، ومحتاجة اشتري شامبو وبلسم، محتاجة حاجات كتير قوي. فقلت ان انا كده بالمرة انزل افرجكم عليهم ونقف كلنا دقيقة احداد على الصحة اللي خلاص راحت في 60 داهية. انا بقيت بنهج وانا قاعدة انتوا سامعين صوتي عامل ازاي، وانا حرفيا ما بقاليش 5 دقايق نازلة من البيت، فمش عارفة ليه كده. بس ده كله من المرح، انا مفيش حاجه مرحت عليها الا وحصلت لي. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت دايما بفضل امرح على الحوامل اللي هم هتفضل تقولك انا مش قادره، انا مش قادره اخد نفسي، انا مش عارفه ايه. بس انا بقى ايه، بحاول اكدب الاحساس ده، بحاول اكدب احساس ان انا مش قادره اتحرك ومش قادره اقوم ومش قادره انام، وبضغط على نفسي وبقول لنفسي لا يا جرمين انت قادره انت كويسه، انت مش حامل اصلا، ده هيليوم اساسا، انت بتقولي ايه. بصوا احنا وصلنا دلوقتي عند الروزمان اهو، وداخلين دلوقتي.
اول مكان كده بندخل عليه بيكون ده. محتاجه ان انا اشتري حمام الكريم ده، كنت كلمتكم عنه اكتر من مره اهو، اللي هو في الكيس الصغننه ده ب65 سنت. من احسن انواع الماسكات اللي انا جربتها، حلو جدا جدا وفي نفس الوقت بينعم الشعر، انا محتاجاه. وبعد كده هشتري الشامبو ده من لوريال اهو، اللي هو بالهيلورونيك اسيد ده. كنت جربت من عند لوريال برضو اللي هو حمام الكريم اللي هو بتاع طول الاحلام ده، كان حلو قوي قوي، بس محتاجه ان انا اجرب اللي هو بالهيلورونيك اسيد الجديد. روزمان كمان عندهم المكياج بتاع ريفوليوشن، والبراند دي الفاونديشن بتاعهم اتشهر جدا جدا. هو ب24 يورو، مش عارفه بصراحه اشتريه ولا اكبر دماغي ولا ايه، مش عارفه. المهم ان كل انواع المكياج عندهم في الروزمان عاملين عليهم 25% خصم. فانا دلوقتي مش عارفه بصراحه ممكن اشتري ايه. ممكن اشتري، انا محتاجه الروج بتاع ميبلين اهم حاجه دلوقتي، اللي هو الجديد ده. كده بيكون شكله، هو راح فين؟ هو الروج ده بتاع ميبلين درجه شيكي، اللي هي درجه 35 دي. في براند هنا بصوا اسمها مانهاتن، عندهم الكونسيلر ده. ثانيه هوريكم شكله اهو. هو ده الكونسيلر ده البديل الارخص بتاع لوريال انفاليبل، حتى نفس الابليكيتر بتاعته ونفس كل حاجه. وده بكام؟ استنوا، ب6 يورو 95، يعني ب7 يورو، في الوقت اللي فيه اللوريال تقريبا ب12 يورو. تمام، حلو جدا. عايزه اقول لكم الكونسيلر ده والتغطيه بتاعته عاليه جدا جدا. ماشي، عندنا من براند كاتريس بصوا نزلوا الليبستيك ده جديد، من ده بتاع الاروج بتاعت كاتريس، حلو جدا جدا، انا بحبه قوي قوي. وكمان بحب من عندهم في كونسيلر من عندهم بطلوا ينزلوه، هو كان نفس الشكل بتاع الفاونديشن ده اللي هو كاتريس اتش دي، بس انا مش لاقياه. بصي لينا ابتدت تغتت بس معلش. وطبعا من عند كاتريس مش محتاجه اقول لكم قد ايه البرونزر بتاعهم تحفه، والهايلايتر بتاعهم رائع، اللي هو ده كده بيكون شكله. ثانيه اعمل لكم منه سواتش، شايلين التستر بتاعهم. اوكي ماشي. بعد كده بصوا دي براند ريفوليوشن، منزلين الفاونديشن ده جديد، كاتبين عليه ان هو لونج وير، يعني غالبا هيبقى بينفع للبشره الدهنيه اكتر غالبا يعني. وعندهم طبعا الفاونديشنات بتاعتهم وباليتات الاي شادو. ماشي، في الهايلايتر بتاعهم ده، انا كنت جربت من عندهم البلاشر بتاعهم حلو كده. كل الحاجات اللي عند ريفوليوشن مش مجربه منهم حاجات كتير، اللي مجربه منهم حاجات كتير جدا جدا هم مابيلين. مجربه منهم الفاونديشن ده، احلى فاونديشن في الحياه. ماشي، والكونسيلر بتاع ايجي روايند برضو حلو. وفي ايه تاني؟ طبعا الاروج بتاعت ميبلين لا يعلى عليها، السوبر ستاي. الروج ده كل شويه اروح اجربه وبعد كده اقول هشتريه ومش هشتريه وما ارجعش اشتريه. فهشتري النهارده درجه 35 اللي هي درجه شيك دي، جربته كتير وحقيقي حلو جدا جدا، فانا لازم اشتريه. وبصوا على حظي فاضل واحد بس. دي كده الحاجات اللي في براند ميبلين. هم اصلا روزمان مش عندهم كل حاجات ميبلين، مش عارفه ليه. انا اصلا نازله النهارده عشان اشتري الفاونديشن ده بتاع لوريال اهو. هو ده كده بيكون شكله، لوريال اللي هو بالهيلورونيك اسيد. عايزه اشتريه، جربته برضو كذا مره في المحل اكتر من مره وعجبني جدا جدا. وعلى فكره البديل الارخص بتاعه هو اللي هو لوريال بيرفكت ماتش ده، اللي هو ده، حتى ده ارخص يعني. بصوا ده ب10، ده ب15. بصوا من ضمن كمان الحاجات اللي انا عايزه اجربها اللابيلو دي، طالعه جديد لونها اورنج كده، مطلعين منها اكتر من شكل، بس اللي هو الاورنج ده اهو، حتى هما كمان كاتبين عليه ان هو جديد. هو البينك دي والنبيتي دي، فعايزه اجرب واحده فيهم كده اشوفها هتبقى حلوه ولا ايه النظام. للاسف معظم الحاجات اللي انا محتاجاها مش لاقيها في الفرع بتاع الروزمان هنا. انا كنت جايه بس عشان العروض بتاعتهم، ان هم كانوا عاملين 25% على المكياج، فعشان كده انا جيت. لكن معظم الحاجات اللي انا محتاجاها مش لاقيها هنا. خلصت الروزمان بصراحه، في حاجات كتير قوي قوي من الحاجات اللي طالعه جديد انا مش لاقياها عندهم، فكده ممكن اروح الدي ام، ممكن اروح مولر. بس المشكله بقى ان الدنيا قربت تليل والكاميرا بتبقى وحشه جدا جدا في التصوير بالليل. فيا رب اعرف اكمل لكم بقيه الفلوج او الميني فلوج اللي انا عاملاه لكم ده. هو طريق طويل، هنمشي مسافه كبيره، وانا بقيت امراه مسنه
بس يعني ايه احسن من قعدة البيت. مولر ده مكان كده بيجمع كل حاجة تقريبا، بيجمع السكين كير، بيجمع مكياج، بيجمع منتجات العناية بالشعر، بيجمع كل حاجة. هوريكم ركن العناية بالشعر او المكان اللي فيه حاجات بتاعت العناية بالشعر. بس سيلينا تستحمل معانا. بصوا مبدئيا، حاضر، سيلينا بتعترض مش عاجبها الموضوع. مبدئيا انا مبسوطة جدا ان انا لقيت جليس ده، النوع ده حلو جدا جدا. جربت بتاع لوريال ده بس بصراحة ما عجبنيش خالص، وجربت كمان بتاع لوريال الابيض ده برضو، ده ما عجبنيش خالص. الابيض من جليس ده برضو ما حبيتوش خالص. الفيفي الموف واللبني دول اول مرة اشوفهم. كنت جربت الشامبو ده اهو اللي هو اسمه اورجانيك اهو، من اللي فوق كل الانواع دي. جربت معظم الانواع كان لذيذ حلو، بس محتاجة ان انا اجرب حاجات تانية جديدة. وجربت برضو الشامبو بتاع كانتو ده لما كنت بعمل شعري كيرلي، بصراحة ما حبيتهوش، ما اتبسطتش بيه. بعد كده هنلف هنلاقي بقى ده ركن العناية بتاعت البشرة. كنت جربت الكلينزر ده بتاع افين اهو، ده كده بيكون شكله، ده بتاع البشرة الجافة. كان كويس للناس اللي هي بتبقى حاطة بس مثلا سكين كير كل يوم، بس ما ينفعش ان هو ينظف البشرة كويس وكده، فما اتبسطتش بيه خالص خالص. النهاردة بفكر ان انا اجرب بتاع لاروش بوزيه ده، لسه مش عارفة بصراحة بالظبط هختار انهي نوع. في ده، بس ده بيتهيألي ده بتاع البشرة الدهنية، مش عارفة. وكنت محتاجة ديودرنت بتاع فيتشي هشتريه، ده حلو لذيذ وبيفضل فترة طويلة قوي قوي، يخليكي ما يطلعش اي ريحة خالص. عذرا على صوت الطفل اللي عمال يزن ده، بس انا لما بشوف ان في اطفال بتزن بقول ان مش بنتي لوحدي اللي نكدية. ماشي، المهم ان انا دلوقتي بقى هنروح عند المكان بتاع المكياج، عشان عايزه اوريكم كده كذا حاجه عايزه اجربها، طالعه جديده او مش طالعه جديده، هيبقى لها كذا حبه وقت، بس انا كنت في مصر هتلاقوني ببص كتير كده لان انا في المحل وشكلي عبيط جدا وانا بصور، بس يعني كله يهون. احنا عند ميبيلين مطلعين حاجه شبه تنتد كريم، ده كده بيكون شكله، ده لسه ما جربتهوش، بس هو ب7 يورو 99، يعني ب8 يورو. مطلعين لاين كامل اصلا لونه اخضر كده اهو، هم حتى كمان كاتبين عليه ان هو لاين جديد، عندهم فيه باودر وعندهم فيه ماسكرا وعندهم فيه روج. مش عارفة لسه ما شفتش اي ريفيوهات نهائي عن الاديشن ده من ميبيلين، مش عارفة. بفكر الفترة اللي جاية ان انا اعمل لكم سواتشات لكل الاروج بتاعت ميبيلين اللي هي السوبر ستاي. بصوا عندهم رينج درجات قد ايه، انا من عندهم بحب الدرجة بتاعت 260 اللي هي دي، وبحب من عندهم الدرجة بتاعت 65. هي راحت فين 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 مش لاقياها، تصدقوا مش لاقيه درجة 65، مش عارفة بصراحة هي فين بالظبط، بس يعني ما علينا. بحب درجة 65 من عندهم، لذيذة. اصلا هي اكتر درجة مطلوبة في ميبيلين، وبحب من عندهم درجة 70 ودرجة 75 اهم اللي هي دول، تمام. وكمان بصوا الجلوس بتاع ميبيلين ده احلى جلوس في الحياة، اوريدي عندي منه 3 درجات فبحبه جدا جدا. نيجي بقى للحاجات اللي انا عايزه اجربها. الكونسيلر الجديد ده بتاع NYX عايزه اجربه واقول لكم رايي فيه، عشان انا متشجعه جدا لاني كنت جربت من عندهم الكونسيلر ده وعجبني قوي. ماشي، والارواج الجديده اللي قلب الدنيا دي انا عايزه اجرب من عندهم انهي درجه، مش عارفه بصراحه اجرب انهي درجه من عندهم. الدرجه دي غالبا، بس الدرجه دي خلصانه، لا هي دي اكتر درجه نفسي اجربها. هجربها دلوقتي وهوريها لكم على شفايفي عامله ازاي. بصوا في براند كاتريس بقى، كاتريس عاملين عظمه، هم اوريدي عندهم حاجات كتير قوي. الحاجات اللي هموت واجربها هو البرايمر ده من كاتريس، اوريدي كاتريس عاملين عظمه بصراحه. بصوا كميه البرايمرات اللي عندهم. الفاونديشن ده ما بحبوش ابدا ابدا، اللي هو اسمه ترو سكين، في ناس كتير قوي حبيته بس انا لا، ولا هو ولا الكونسيلر بتاعه. هنا كاتبين مطلعين كونسيلر جديد، ده انا ما جربتوش قبل كده، بس نجربه برضو مع بعض واديكوا رايي فيه. في ايه تاني عند كاتريس جديد؟ كل فتره كاتريس بتعمل حاجه في الركن ده كده بتبقى ليميتد اديشن، بيحطوا لك فيه الحاجات الجديده، بس بعد شويه بتلاقيهم خلاص خلصوا. بصوا عاملين كمان البالت دي، ثانيه اوريها لكم،
هي اوريدي اهي الالوان بتاعتها، يا رب تكون باينه لكم بس اهي. دي الالوان بتاعتها، عاملين حاجه شبه بتاعت هدى بيوتي شويه. استنوا، اللون ده عايزه اجربه اهو، لون موف. اوكي، كنت متخيلاه هيطلع لون مختلف. احنا دلوقتي عند الركن بتاع الحوامل والبيبيهات والحاجات دي في الدي ام. انا كنت جايه عشان عايزه اشتري البودي باتر بتاعتهم والاويل بتاع الجسم بتاعهم. لسه هجربه، انا كنت مجربه من نوع الزبده دي بتاعت الجسم العاديه وكانت حلوه جدا جدا، فقلت ان انا اجربها. وخصوصا ان هي بصوا سعرها 3 يورو والزيت سعره 2 يورو، يعني الاتنين مع بعض ب5. هاخد الاتنين دول. محتاجة كمان البتاعة بتاعت الامواس دي عشان بظبط بيها حواجبي، بتبقى لذيذة حلوة، مش احسن حاجة بس يعني كويسة مش وحشة. وبعد كده كمان من الحاجات اللي انا عايزة اجربها، سيبكم من صوت سيلينا بنتي، هو التنتد كريم ده بتاع باليا. بصوا هو ب6 يورو بس، ما هجربه. سمعت عنه كلام كتير قوي قوي ان هو حلو ومش عارفه ايه وكده، بس انا مش عارفه ايه الفرق بين ده وبين ده. وده لون مانيكير انا لسه حاطاه، كنت مجرباه واشتريته خلاص. انا عموما ما اتبسطش بالمنتجات بتاعت باليا، بس يعني هجرب عشان خاطركم، لاني شفت ناس كتير قوي 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 بتتكلم عنه وبتتكلم قد ايه ان هو حلو، فهجربه. كنت جربت من عندهم الجيل ووش ده، كان معفن بصراحه، ما كانش ليه اي 60 لازمه في الحياه. جربت من عندهم سيرام الهيلورونيك اسيد اللي هو من اللاين ده، برضو ما كانش ليه اي لازمه خالص نهائي بصراحه. فيا رب بقى ما ندفعش في ده 6 يورو وفي الاخر يطلع بلح. بعد كده ده الركن بتاع العناية بالبشرة كله. هنا الكريمات والسيرومات والحاجات اللي زي كده. السيرومات يعني مش عارفه انا ايه اللي انا قلته ده، بس يعني ما علينا عشان دي مشكلتنا. كنت محتاجه ان انا كمان اشتري ده اهو. ده من الحاجات برضو الحلوه قوي قوي. بصوا ده طالع جديد، بس انا مش عارفه ده ايه، غريب قوي. ما اعرفش، ممكن نجربه ولا نخلينا في الحاجة اللي احنا نعرفها عشان يبقى فيه ريفيوهات جديدة يعني في القناة. ودلوقتي انا وسيلينا خلاص رجعنا مع بعض، بس سيلينا فرحتها بالرينج لايت هتكسره هتبهدله لنا. ده بقى روتين الشعر بتاع سيلينا، باجي بالليل بحميها بس مش بغسلها شعرها كل يوم عشان شعرها ما يبوظش. وبعد كده روتين الشعر بتاعي، بما ان يعني ده مش فيديو بتاع روتين او كده، هوريهولكوا بسرعة. بستخدم البودي ميلك ده لجسمي، بدهن منه حلو جدا وترطيبه عميق. وعشان الترطيب يبقى اقوى بحط فوقيه زيت لوز او اي زيت عندك عادي مفيش مشكلة. عشان كده جبت الزيت بتاع دي ام بتاع النهاردة دوت عشان استخدمه فوقيه. وبعد كده بستخدم فوقيهم للايد وللرجل الكريم ده بتاع لونا، بس بعد ما استمريت عليه بصراحة مش مبسوطة قوي. وبعد كده بحط البرفيوم ده للشعر. البرفيوم ده حلو قوي قوي عشان بيخلي شعرك كده تحسي ان انتي كأنك لسه غسلاه، وريحته حلوة وريحته بتثبت. والوشي بستخدم الهيلورونيك اسيد ده بالليل، وبستخدم منه بصراحة نقطتين لبطني. دلوقتي ده وقت اللعب بتاعنا وسيلينا، هنقعد مع بعض نلعب بقى بالليل. ما بنعملش اي حاجة، بس هي بتحاول تكسر الرينج لايت، فايه نحاول ان احنا نستحملها معانا. تمام. بس يا سيلينا قولوا لهم هدوء. بصوا هي بتبقى مسرحه عن كده، بس هي مش مستحمله التوكه اكتر من كده، لان ده اكتر يوم هي قعدت بيه في التوكه من يوم ما اتولدت. ما تلبسش التوك غير واحنا نازلين بس. بتحاول تكسر اي حاجه في البيت، بما ان انا مشغوله ومش عارفه اقول لها لا ومش عارفه اقول لها ما تعمليش او كده، واقعد بقى اصالحها على كم الزعيق اللي انا زعقته لها طول النهار. وهي دلوقتي بصوا عايزه تلعب، عايزه تلعبي عايزه تلعبي. فبقعد اعتذر لها عن كم الاهانات والزعيق اللي انا زعقته، وان هي قد ايه استحملتني، واقعد ابوس فيها واقول لها ان انت تستاهلي ام احسن مني بكتير. وطبعا الكلام ده كله يعني بيتنسي بمجرد ما ببقى عايزه انيمها وهي ما بتنامش، او بعد ما بتنام بتصحى. بنسى طبعا كل الحاجات دي خالص، وبرجع تاني لام السيئه اللي بتزعق. فانا هضطر اسفه ان انا انهي الفيديو خلاص كده، لان سيلينا مش هتسيبنا اكتر من كده بصراحه. المهم ما علينا، بتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم، وشكله مش هيلحق يعجبكم لان احنا مش هنلحق نعمل ختمه للفيديو اصلا. اهي سيلينا. المهم ما علينا، بتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.